حكاية العرابة اللي ما بتنامش. اسمع يا صاحبي، احنا بنتكلم عن مكان كان هو قلب مصر النابض. مكان اسمه زمان أبيدوس، بالإنجليش أبيدوس. دلوقتي اسمها اللي كل الناس عارفاه العرابة المدفونة، محافظة سوهاج. ليه سموها العرابة المدفونة؟ الاسم ده لوحده قصة غريبة. المنطقة دي كانت مدفونة بالكامل تحت رمال الصحراء على مدى قرون طويلة، لدرجة إن الناس كانوا بيعتبروها مجرد تل ترابي. كلمة العرابة بتيجي من كلمة غرب، أو بمعنى أصح كانت المنطقة اللي موجودة في غرب النيل، والناس هناك كانوا بيسموا اللي جاي من الغرب عرابي. لكن التفسير اللي بيخلي الواحد يتلفت حواليه هي إنها كانت بتحتوي على مخازن ضخمة لقمح وغلال الفراعنة الأوائل، والمخازن دي كانت بتسمى العربة. التاريخ بيقول إن المكان ده اتهجر بعد حقب طويلة، واتثابت آثاره تدفن في التراب كأنها بتخبي سرها العظيم عن عيون الزمن. ده سر المدفونة يا كبير، سر بيخليك تسأل إيه تاني لسه ما طلعش من تحت الأرض؟ لأقربة المدفونة، وده هو التقيل بجد. المكان ده قريب منه جبانة اسمها أم الجعاب، مدفون فيها أقدم ملوك مصر، ومنهم الملك اللي كان اسمه الفرعون العقرب الأول. يعني الأرض دي بجد مقر دفن ملك العقرب اللي بتحرس أسرار مصر القديمة. ده السر اللي بيخليك تقول الأرض دي مش مجرد آثار، دي مكان محمي من العقارب.